بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بحلة معانا على النار بشوية زيت سخنين كده. واول ما الزيت يسخن معانا بنروح جايين على طول نازلين بأحلى فرخة كده تدينا شوية شوربة زي العسل في البرد ده، مع حبة محشي تحفة بسر خطير. نديها صدمة على وشها علشان خاطر ما تجيبش السوائل بتاعتها يا حبايب قلبي، وشوية ونقلبها على الجهة التانية تاخد برضو صدمة من الناحية التانية. شوفوا لونها بقى شكله اللهم صل على النبي. مش محتاجة كلام ولا محتاجة تحمير تاني في الفرن، ما شاء الله عليه. بس تاخد برضو لون من الجهة التانية. بنحضر بقى مع بعض كده التحويجة بتاعتها اللي هنحطها لها. هتحط معاها يا ترى؟ هنحط البصلاية والطماطماية والعود الروزماري وكل التحابيش دي هنحطها عليها، وشوية مية سخنين كده معانا من السخان وننزل بها عليهم. بس قبل ما ننزل بالمية نحط البهارات بتاعتنا. نحط بقى بابريكا، ونحط حبة بهار مشكل، حبة فلفل اسود، اي بهار حابة تحطي عليها حطي عليه علشان تخلي شربتك حلوة وطعمة وتنكهيها كده وتبقى طعمها زي العسل. ونزود بشوية المية السخنين معانا، وكده شربتنا أصبحت جاهزة. نغطي على فرختنا ونسيبها تستوي. وتعالي بقى يا حلوة انت وهي من نروح بقى نشوف المحشي بتاعنا ابو خلطة جديدة النهاردة. مش شبه الخلطة بتاع المرة اللي فاتت، لا، الفيديو اللي فات خلطة تانية، ودي خلطة مختلفة شوية. اعرفي دي يا حبيبة قلبي واعرفي دي، عشان كل يوم والتاني كده تنوعي بطريقة معينة تدي تست حلو كده معاكي لأكلك، وتحببي ولادك وتحببي بيتك وجوزك في الأكل بتاعك. هنجيب مع بعض بصلتين ونقطعهم فرم ناعم أوي 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 أوي، على قد ما تقدري يا حبيبة قلبي تنعمي نعمي. وقطعنا الخضار معانا اهوت زي ما انتوا شايفين. وبعد ما نقطع البصلتين وننعمهم أوي 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 أوي، هننزل بيهم عليهم بتحبيشة البهارات بتاعتنا اللي انت عارفاه. فلفل اسمر وكزبره كتير بقى على قد ما تقدري كتر، وبلاش تستخسر. وبابريكا وشطه حمرا وبهار مشكل وكمون، اي بهار تحبيه حطيه. وندعك قوي 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 البصله مع البهار بتاعنا ده. تننا ندعك فيها يا حبيبتي انت وهي لما تجيب ميتها وتشم ريحتها مفحفحه كده وتحفه معاك. دي بقى الخلطه اللي هتخلي ريحه المحشي بتاعنا تجيب لاخر الشارع، مش للجيران بس، ده لاخر الشارع. تنينا ندعك فيها كويس اوي اوي لما تجيب المية بتاعتها. وعلى طول بنروح واخدين الخلطة بتاعتنا دي وعلى الرز بتاعنا بعد ما غسلناه ونقناه كويس وغسلناه حلو وصفناه من ميته. نروح نازلين بالخلطة ديت على الرز بتاعنا بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونقلبها كويس قوي مع الرز. ونحط الخضار بتاعنا راخر ونقلبه كويس قوي 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 مع الرز بالخلطة دي. ونركنها شوية، نركنها قيمة بس دقيقتين اتنين على ما نخرط قرن شطة حامي اهو. انا ما خرطتش النبادي الشطة على التخديع. طبعا كلكم عارفين التخديعة بتاعتي بعملها ازاي. فالمرة دي ما خرطتش عليها الشطة ولا حطيت عليها كمية البهارات كاملة. فانا بكمل بقى معاكم اهو كمية البهارات، وخرطت القرن الشطة هحط اخضر على الخلطة دي. هنركنها شوية نخرطه ونيجي نحطها عليه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده.
هي التحبيشة مختلفة المرة دي عن المرة اللي فاتت. وهنحط عليه التخديعة بتاعتنا. التخديعة بتاعتنا ما شاء الله عليه متسبكة وتحفة. ونقلب بقى رزنا ونشوف ايه لون الخلطة بتاعتنا كده هيطلع شكله ايه. ونجيب شوية زيت نحطهم عليه عشان يفلفل ويبقى ملمع وعسل كده معاك. شوية الزيت دول بيخلوه ايه حبة من حبة. ونقلب بقى خلطتنا مع بعضها كلها. ما شاء الله لونها تحفة وجميل. ومختلفة تماما عن الخلطة بتاع المرة اللي فاتت. دي طريقة وديك هالطريقة. انا كل يومين هعمل لكم طريقة جديدة. اهو شوفي شكلها مش محتاجة اي حاجة تاني. تعالي شوفي شوربتنا بقى الجميلة وفرختنا هي بعد ما استوت. تعتبر مش محتاجة فرن، بس انا برضو هحطها في الفرن واعمل لها تيست كده خلطة معين. هحطه عليها واحطها في الفرن وهعمله معاكي برضو. شوفي شوربتنا ما شاء الله عليه. شوية الصلصة اللي انت شايفاهم قدامك دول هما اللي ايه هعمل عليهم الخلطة بتاعتنا. وتعالي نحشي بقى. انا مقطعة الورقة اهو زي ما انت شايفة بالشكل ده. ممكن تقطعيه وترصيه يستر فوق بعض، وممكن تخليه زي ما هو كده تعملي اول باول. انا النهارده هعمله اول باول عشان انا مستعجله. ونفرش في ارضيه الحله بتاعتنا شويه عروق ونفرش بورقه واديها بقى محشي. اديها بقى احشي بقى حلتك. واحد يجيب واحد يجيب واحد ورا بعض هوب هتلاقي نفسك مخلص. ما تسيبش عليه رز من بره عشان ما يعجنش معاك. لفي بقى زي ما انت عايزه تلفي الحجم اللي انت عايزاه. عايزه تعملي حجم كبير اعملي، عايزه تعملي حجم صغير اعملي، انت وشطارتك يا حبيبه قلبي. بسرعه الصاروخ هتلاقي نفسك هوب لفه الحله بحل. مش هتاخد منك حاجه. بس خليك شاطره كده وخفيفه وهي مش هتاخد منك وقت خالص. ونخلص حلتنا وناخدها ونروح نعقد. ادي حلتنا خلصت وادي شربتنا هنعقد حلتنا بقى. شربتنا الجميله ام لون حلو دي. نعقد بقى الحله بتاعتنا. وزي ما انت عارفه ازاي بتعقديها، واللي مش عارفه تعالي وانا اقول. تحط لها الشوربة لحد ما يبان رصة فاضلة كده. زي ما انت هتشوفي معايا. يبقى فاضل رصة باين، يعني ضغطت كل كمية المحشي ما عدا رصة كده فوق. تبقى باين. ما فيهاش ايه شوربة مش واصلة لها يعني. وتهزي حلتك وترجيها حلو عشان الشوربة توصل لكل ما مكان فيها. وتظبطي شوربتك عليها. وتغطي الحلة بغطاها يا حبيبتي وتروحي جايه مولعة عليها نار حامية. وهوريك النار دلوقتي هيبقى شكلها ايه عليه. هنا بوريك اهو ازاي تظبط العقد لحد فين. اهو رجعت الصابع مكانه عشان خاطر ايه حلة تظبط معاي. والنار بتاعتنا لازم تكون اعلى حاجة زي دي كده. علي بوتاجازك على اخره. وحطي حلتك. وغطي وتوكل على الله وسيبيها. بس تغلي كده وتبقبق معاك وريحتها تجيب اخر الشارع. وتلاقيها بقى ظبطت. تبدأي توطي عليها. تعالي هنا خلطتنا هي اللي انا هعمل بيها الفرخة بتاعتنا وادخلها الفرن. معانا شوية تخديعة او شوية تقلية من بتاعة المحشي او شوية صلصة او شوية طماطم مسبكين اي حاجة ما تقفيش على حاجة. حط عليهم حبة فلفل اسمر، حط عليهم حبة بابريكا. حط عليهم يا ست لما انت شوية ملح، حط عليهم بشرة جوز الطيب عشان تنكيه معانا كده الفرخة وتبقى ريحتها مفحفحة.
اهي هنبشر بس سنة صغيرة منها، وارجع لكم تاني عشان انا بصور لحق ادي بشرنا عليه بشرة صغيرة. وفاضل مكون بقى كمان شوية زيت عشان تلمع معانا فرختنا. فاضل اخر مكون العصرة الليمون، عصرة نص ليمونة كده ولا ليمونة كاملة عليها بتخلي الفرخة بتاعتنا تروح في حتة تانية. جربي ومش هتندم. ادي فرختنا دهناها كلها، هندخلها الفرن تاخد الوش الاولاني من فوق وبس، تاخد الوش نقلبها على الجهة التانية تاخد الجهة التانية. تعالي نبص على المحشي كده نشوفه عمل ايه. اكشفي كده الحلة، ادي المحشي بتاعنا نشف من ميته. في الحالة دي نروح ونبدأ ان نهدي عليه بقى البوتاجاز بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، عشان يتلدم بقى معانا ويشمع كده ويبقى تمام التمام. وتعالي بقى شوفي حاجة كده تستاهل بقك وبق الحبايب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناة وتحطوا له اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا حبايب قلبي، والله المحشي بتاعنا طالع حكاية، والرز بتاعه مفلفل وجميل وهوريكي اهوت. شوفي ورزته حمرا وزي العسل اهو، حبة من حب. ولا الشوربة بتاعتنا، الشوربة ما شاء الله لون وطعم ونفس وريحة جميلة. جربوا الطريقة دي وهتعتمدها على طول. وادي الفرخة بتاعتنا اللي بتتكلم وهي قاعدة في الصينية. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. اعتمدوا الطريقة دي على طول، ورمضان جاي علينا وكل سنة وانتم طيبين. اعملوها والجو اساسا برد محتاج المحشي ده على طول. جربي ومش هتندمي. وادعيلي بقى بوصفاتي ديت، ويا رب تكوني استفدت مني ولو بأي معلومة بسيطة من الفيديو بتاعي، وأكون خفيفة كده على قلوبكم يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.